ويا مساء الفل والجمال على اجمل الجميلات واحلى متابعين. والنهارده هنعمل فراخ مشويه في الفرن ورز برياني، بس ايه في جلبك. وطبعا العركه بتاعت كل اسبوع تاكلوا ايه النهارده؟ اي حاجه فاي حاجه. بقى عملت النهارده فراخ مشويه في الفرن بتكات وحركات هخليكي تبطلي تجيبيها من بره، وطعمها وريحتها تجنن. والطريقه سهله جدا وبسيطه، وتعالي معايا نشوف الطريقة عاملة ازاي. اول حاجة انا غسلت هنا الفراخ غسلة معتبرة، وسر التتبيلة بقى زي ما هي باينة في الفيديو. التوابل وانا كتبتها على الشاشة، والعسل لان انا ما عنديش دبس رمان، والعسل طبعا بيخلي الفراخ طعمها جوسي وطرية وطعمها يجنن، وزبادي. وطبعا التركات دي مهمة جدا لانها بتودي طعمها في حتة تانية خالص. ونزلت هنا بالتتبيلة على الفراخ بعد ما عصرت عليها 3 ليمونات علشان الزفارة، وهسيبها في التلاجة لمدة ساعتين. ونزلت هنا بتركاية خطيرة، معلقتين كبار من الروزماري، دي اللي هتودي الفراخ في حتة تانية خالص. ويلا بينا نعمل الرز البرياني. نزلت بالزيت، وهنزل ببصلة مبشورة متوسط يدوبك بس تاخد تشويحة، مع نص قرن فلفل حامي، وعدد 2 طماطم مضروبين في الخلاط، وتشويحة برضو كده بسيطة. وهنزل بالتوابل زي ما هي مكتوبة كده على الشاشة، عبارة عن بهارات فراخ وكاري وكزبرة ناشفة وكمون وفلفل اسود وملح. وطبعا مش هحط مرقة دجاج لان انا مش بفضل مرقة الدجاج على الاكل لانها مش صحية. وجبت نص كيلو رز بسمتي، غسلته وصفيته، وطبعا كنت نقعاه قبل منها بنص ساعة، وهسيبه لما يتشرب خالص ممكن ازود المية. وهنا عندي قالب كيك كبير، يعني هحط بقى الفراخ المرة دي في قالب كيك عشان الناس اللي ما عندهاش شواية في الفرن. وهضرب الفرخة بالسكينة كده علشان تقدر تستوي وما يكونش جواها دم بعد ما تتشوى. وهدهن هنا الفرخة بالصوص اللي انا عملته. وطبعا حطيت كوبايتين مية في القالب، وهدخلها الفرن على اعلى درجة حرارة لمدة من ساعة ونص لساعتين. وده الرز بعد ما خلص، ريحته كانت تجنن وحرفيا قلبت البيت. وبصوا مفلفل ازاي، وكان خطير بجد. الاكلة دي سهلة وسريعة، وهتبطلي تشتري فراخ تاني جاهزة من بره. هنا هبص على الفراخ بعد ما فتحت الشواية. ولو بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي انا بشكركم. لايك واشتراك في القناة.